السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بونجور يا كيوتات. اليوم بدنا نعمل بيستو باستا. أول شي هون معنا هيك صدور الدجاج، بنقطعها هيك من النص وبنضيف عليها ملح وفلفل، بنشويها بمعلقة زبدة بهذا الشكل. وهون الريحان غسلناه ونشفناه بهذا الشكل. هذا الخلطة بنحط الريحان، بنضيف الريحان أربع سنين توم، بنحط صنوبر، بس أنا كان عندي لوز وصنوبر فعادي نو بروبلم. بنحرك بهذا الشكل، بنضيف شوية ملح وليمون، بنحرك بيطلع معنا صوص بهذا الشكل. هون بنسلق الباستا. هذا الخليط بكفيني كيسين، أوكي، فبدي أعمله على مرتين يعني. فأنتي كيفك كمان بتحبها تقيلة خفيفة؟ أنا بحبها تقيلة وطعمة الريحان باينة فيها وتقيلة، فأنتي كيفك؟ هون بنحط معلقة زبدة، بنضيف عليها معلقتين من الصوص، كاسة مية تبعت سلق المكرونة، مشروم وبيبي بندورة، هذا اختياري. وهون كمان كريمة اختياري. بنضيف الباستا بنشوحها فيها بهذا الشكل. بنضيف كمان جبنة برمزان، بس أنا ما كان عندي، مع الريحان وإحنا بنخلطه، أوكي. وكمان في الباستا، بس أنا ضفت موزاريلا. وهيك الشكل النهائي بتشهي وأسرع وألذ باستو باستا. شايفين ريحتها يمي، بتشاهي وطعمتها بتشاهي. عن جد جربوها، هيك راح تعجبكم تغيير. والدجاج كتير زاكي بهاي الطريقة، راح تحبوها كتير. هون ألذ أعشاب صحية. شايفين قرنفل، ورق غار، قرفة، ورد، لومي، لا مش لومي، هذا كركديه. غليناهم وصبناهم بهذا الشكل. الخليط هذا بيشهي، بيغسل الدم يعني، عن جد بينقي الدم تماما. جربوه راح يعجبكم كتير. اعملوا فولو ولايك وشير. كنتم مع روبي محمد.